محتاجة توقفي نزيفك الأول، لأنك صحيتي من النوم وحسيتي إنك مطفية مش زعلانة بس ولا أي حاجة ليها طعم. المشكلة إنك بتقولي أنا مبقاش عندي شغف، بس الحقيقة انتي خسرتي نفسك من كتر ما كنتي قوية. بس بدأت لما كنتي بتعملي كل اللي عليكي، تجري بتشتغلي تعملي كل اللي حواليكي، وكل مرة تتعبي فيها تقولي أهو يوم يعدي. الأيام عدت وانتي بتلتي شايلة جواكي كل حاجة، لحد ما في يوم جسمك معادش قادر يستحمل. أكبر إنك تضغطي على نفسك عشان كل حاجة ترجع طبيعية زي الأول. هتقعدي تسمعي فيديوهات تحفيز وتكتبي أهداف جديدة، ضغط أكتر، إحساس بالفشل. بس خليني أقولك الحقيقة، الشغف مش بيروح، الشغف بيستخبى لما دماغك وجسمك يحسوا إن مفيش أمان. والأمان يعني إنك توقفي تحاربي نفسك كل يوم. أقولك دلوقتي 3 خطوات هتساعدك. أول حاجة، أغلب تعبنا النفسي مش من اللي بيحصل، من اللي بيدور في دماغنا طول اليوم. كتير في حاجات حصلت أو في حاجات لسه هتحصل، الاتنين مش في إيدك. الحل مش إنك تبطلي تفكير، الحل إنك تلاحظي الأفكار اللي بتجيلك. أي فكرة تعكنن عليكي اسألي نفسك هل الحاجة دي في إيدي؟ لو لأ سيبيها تعدي. عيشي اليوم باللي فيه مش بالسيناريوهات اللي في دماغك. تاني حاجة، جسمك وصحتك. التعب النفسي ليه علاقة كبيرة بالأكل والنوم، والتغذية يعني خمول، أرق، ومزاج متقلب. اهتمي بأكلك، حاولي تاكلي خضار وفاكهة، اشربي مية كفاية. لما جسمك يتحسن نفسيتك بتتحسن من غير ما تحسي. تالت وأهم حاجة، ما تكتميش أي حاجة جواكي، اكتبي أي حاجة انتي حاسة بيها من غير ترتيب ومن غير حلول. طلعي اللي جواكي عشان ما يفضلش عالق في دماغك، ودماغك تفضل تدخلك في سيناريوهات مش هتحصل. مش محتاجة تبقي قوية طول الوقت، احنا بشر. انتي بس محتاجة تبطلي تحاربي نفسك.